كل مرحلة في الولادة بيبقى ليها طريقة تنفس مختلفة علشان تحققي هدف مختلف. يعني طريقة التنفس وقت الانقباضات في مرحلة المخاض الأولى تختلف عن طريقة التنفس بين الانقباضات، وبتختلف كمان عن طريقة التنفس وقت الدفع وخروج راس البيبي. كل مرحلة بيكون ليها هدف مختلف بنحققه بطريقة تنفس مختلفة. وقت الانقباضات في المرحلة الأولى وهي مرحلة التوسع لحد ما توصلي للتوسع الكامل، هدفنا هنا إننا نساعد الجسم على الاسترخاء وتشتيت الألم وزيادة الأكسجين ليكي ولطفلك. فطريقة التنفس وقت الانقباضة هتكون كده: شهيق عميق من الأنف على 4 عدات كأنك بتشمي وردة وبطنك بتتنفخ زي البالونة. بعدين تحبسي النفس عدتين وتطلعيه من الفم على 6 عدات زي كده. وتتخيلي ان النفس اللي طالع ليه لون جميل كأنه لونه ذهبي مثلا، وعاوزة توصليه لنقطة معينة قدامك كده، كأنك بتطفي شمعة مثلا. والأهم إنك تخليكي واعية لإحساس الحوض وقت الزفير، وتحاولي تسيبي كل عضلات الحوض مرتخية أثناء الزفير. كده عقلك بيركز في طريقة التنفس والعد والتخيل وبيتشتت عن الإحساس بالألم. طيب بين الانقباضات أفضل طريقة للتنفس هي طريقة المربع، يعني شهيق 4 عدات وحبس النفس 4 وزفير 4 وحبس النفس 4 كمان، وهكذا. ركزي إنك تهدي جسمك كله بين كل انقباضة والتانية. التنفس الصح مش بس بيقلل الألم، ده كمان بيخلي الولادة أسهل وأسرع. الفيديو الجاي إن شاء الله هقول لكم إيه طريقة التنفس الصحيحة وقت الدفع علشان نحافظ على منطقة العجان من التمزقات. تابعوا الصفحة علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولو عايزين تفاصيل أكتر عن الولادة الطبيعية، الدفع الصحيح، وتقنيات الاسترخاء أثناء الولادة، ممكن تحجزوا مكانكم في كورس أمومة بلا قلق. رابط التسجيل في البايو وهسيبه لكم كمان في الكومنتات. وخليكم دايما فاكرين إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.